اهلا اهلا، اتمنى تكونوا بخير. النهارده اوريكم ازاي نعمل الطرب المشوي في الفرن. حاجه كده سهله وخفيفه وبسيطه جدا. واللي ما يعرفش الطرب هو المنديل بتاع الخروف الضاني، طعمه مميز جدا ودايما بنحب ناكله بره. النهارده هوريكم طريقه سهله جدا وبسيطه وهتعجبكم جدا كمان، وهتعملوه على طول في البيت. يلا بينا على طول نشوف مقاديرنا ونشوف وصفتنا هتتعمل ازاي. اول حاجه هنا انا هستخدم الكبه بتاعتي او محضره الطعام. معايا هنا بصلتين كبار، ومعايا حبة فلفل اخضر رومي، ومعايا كمان ملح. كل اللي انا هعمله في الاول ان انا هضيفهم كده في الكبة بالشكل ده، وهضيف لهم شوية ملح، وهضربهم كويس جدا كده. تمام، ده القوام المظبوط اللي انا عايزاه، يكونوا مضروبين او مبشورين جامد جدا. هضيفهم كده في طبق زي ما احنا شايفين كده. تمام، وهخليهم على جنب. نيجي بقى نجهز الحشوة بتاعت الطرب بتاعتنا. معايا هنا نص كيلو من اللحمة المفرومة، ومعايا كمان معلقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود والسبع بهارات، ومعايا كمان بشرة جوز الطيب وحبهان، ومعايا كمان معلقة من بيكربونات الصوديوم أو الكربوناتو زي ما تسموه. هضيف التوابل بتاعتي على اللحمة بالشكل ده، وبعد كده الخليط بتاع البصل والفلفل اللي احنا عملناه انا هعصره كده بايديا كويس جدا، وهنزل منه كل المية اللي موجودة فيه. الحركة هتكون سهلة جدا معايا. رشة الملح اللي احنا ضفناها في الاول هتسهل معايا ان المية تنزل من البصل بسهولة. انا مش هرمي المية بتاعت البصل دي، هخليها على جنب، هنحتاجها وهقول لكم هنعمل بيها ايه. كده بعد ما ضفت كمية البصل بتاعتي ونزلت منها المية، هبتدي ان انا اقلبها مع اللحمة والتوابل بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هقلبهم كويس جدا لحد ما يتداخلوا مع بعض ويتكون معايا كده النسيج بتاع اللحمة. بصوا تكون بالشكل ده كده. تمام، هخليها على جنب. وبعد كده بقى هجيب المنديل او الطرب بتاعي. انا هنا اللي انا مستخدماه منديل كبير شوية في الحجم، فهبتدي ان انا اقطعه واوضبه معاكم علشان يكون سهل معايا وانا بحشيه. هوريكم ازاي. طبعا بيكون في منه احجام مختلفة حسب بقى كل واحد والطلب اللي هو بيجيبه. بصوا انا هبتدي افرده كده بالشكل ده، وهحاول ان انا اتعامل معاه بالراحة خالص علشان هو رقيق وبيتقطع بسهولة. انا هقسمه كده بالشكل ده علشان اعرف اتعامل معاه، وزي ما قلت لكم يكون سهل معايا كمان في طريقة اللف بتاعته كده. تمام، انا قطعت جزء بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. طبعا احنا بنجيبه من عند الجزار ودايما بيجي بالطلب كده. تمام، هبتدي بقى ان انا اشيل اي دهون زيادة موجودة بالشكل ده علشان يكون سهل معايا في اللف ما يكونش تخين كمان. احنا طبعا هنحتفظ بالدهون دي، هنخليها على جنب، هنستخدمها برضو كده. تمام، انا قطعت جزء. ده الشكل المظبوط بتاعه، هيكون سهل بقى معايا كمان وانا بلفه. خليته كده متساوي بالشكل ده، هخليه على جنب وهبقى اوريكم ازاي بقى هكمل بقية المنديل بتاعي بالشكل ده. هقطعه كده على مربعات كبيرة علشان زي ما قلتلكم اعرف اتعامل معاه وانا بلفه كده. جهزته كله. هبتدي بقى في اول قطعة معايا هوريكم ازاي بنلفه. طبعا الشكل المعتاد بتاعه اللي هو بيكون عامل زي صوابع الكفتة، ده شكل الطرب اللي دايما بنلاقيه في المطاعم او بناكله بيه. انا هوريكم طريقة تقديم مختلفة وهتكون شكلها جديد كمان. انا بقى بجيب الحشوة اللحمة بتاعتي بالشكل ده وهبتدي اوزعها على المنديل زي ما احنا شايفين كده. هحاول ان انا اخليها متساوية علشان لما اجي اقطعها تكون كلها سوا واحد كده. تمام، انا وزعتهم بالشكل ده.
وبعد كده هلف لفة واحدة بس، مش هلف اكتر من كده، يعني مش هلف المنديل كله على قطعة اللحمة اللي انا حطيتها دي، هي لفة واحدة بس. وهبتدي افرد كده بالشكل ده، وبعد كده هقطعه زي ما قلتلكوا. لازم اكون بتعامل معاه بالراحة جدا لان هو رقيق جدا وخفيف، وانا مش عايزة اقطعه وانا بستخدمه. بصوا بالشكل ده اتقطع معايا بكل سهولة كده. تمام. انا ممكن اقسمه بقى صوابع زي ما قلنا بالشكل المعتاد، لكن انا هوريكم انا هقدمه ازاي. كده انا جهزت واحد هخليه على جنب، وهبتدي اكمل وهوريكم واحد كمان وانا بعمله. هبتدي ان انا اوزع اللحمة بالشكل ده. بصوا طريقة سهلة جدا وبسيطة خالص، مع ان في ناس كتير بتفتكر ان هو صعب، بس حقيقي سهل جدا وطعمه كمان حلو جدا. ولما تعملوه في البيت هيكون احلى واجمل كمان من بنشتريه من بره. كده تمام، لفة واحدة زي ما قلت لكم، وبعد كده هقطعه بالسكينة كده. تمام. بحاول ان انا الف كويس جدا عشان زي ما قلت لكم عايزاهم يكونوا متساويين. بعد كده انا هبتدي اقطع مكعبات بالحجم اللي احنا شايفينه ده، علشان هعمله بطريقة الشيش. يعني هجهز له اسياخ وهحطه فيها، وهيكون شكل مختلف في التقديم كمان بتاعه. بصوا ده الحجم اللي انا قطعته عليه. هوريكم بقى لو احنا حابين نعمله صوابع بالشكل المعتاد اللي احنا بنجيبه بيه او بيتقدم بيه على طول، هوريكم ازاي. بنقطع كده قطعة المنديل بالشكل ده بحجم صغير، وبلفها كده بالشكل ده، وبعد كده بقطع وبيكون جاهز معايا. بصوا مفيش اسهل من كده خالص. هوريكم كمان واحد. بصوا المنديل معايا بيتفرد، يعني في بركة وبيدي كتير كمان، وطلع معايا كمية محترمة اهو كده. تمام. بصوا ادي واحد تاني، هعمل كمان تالت واحد. بتلاقوها هي صغيرة كده، بس لما بتفردوها بتتفرد معاكم كويس، وبتلاقوها كبرت كده. تمام. بس كده. كده بقى اللي انا قطعته واللي لفيته صوابع، وريتكم الطريقين. كل اللي انا هعمله بقى ان انا هجيب صينية وهحط عليها ورقة زبدة، وبعد كده معايا الاسياخ بتاعت الشيش بتاعتي الخشب. وزي ما احنا عارفين لو هنستخدمها في الفرن لازم ننقعها قبلها بساعة في مية علشان ما تتحرقش معايا في الفرن. بعد كده هبتدي ادخل قطع الطرب بتاعتي اللي انا قطعتها بالشكل ده. ممكن بقى اضيف بصل، اضيف خضار زي ما نحب، لكن انا اكتفيت كده بالطرب بتاعي، مش محتاجة اي حاجة تانية معاه. انا رصيت الصوابع اللي عملتها في الصينية بالشكل ده، وبعد كده هدخل بقى قطع الطرب اللي انا عملتها زي طريقة الشيش كده. هعمل الكمية اللي معايا كلها بالشكل ده كده. تمام. جهزت الكمية بتاعتي. هبتدي ان انا اديها رشة ملح ورشة فلفل اسود علشان اطعم المنديل بتاعي بس من بره كده. تمام. بعد كده خليهم على جنب، وهنجيب بقى مية البصل. والتركية دي حلوة جدا، هتديني طعم ولون وريحة حلوين جدا بجد. انا هنا جبت مية البصل، ضفت لها معلقة كاتشب ومعلقة صويا صوص. لو مش موجود عندنا كاتشب ممكن نضيف معلقة صلصة. بعد كده هقلبهم كويس جدا مع بعض. اللون معايا اتغير طبعا عشان الصويا صوص غامقة مع الكاتشب. وبعد كده بفرشة هبتدي ان انا اوزع فوق الطرب بتاعي بالشكل ده. ما اقولكوش بقى التركية دي بتفرق جدا وحلوة جدا بجد. بعد كده هكون مجهزة الفرن بتاعي على درجة حرارة 200، واحطهم على الرف اللي في الوسط ربع ساعة او حسب كل واحد والفرن بتاعه. وطلع معايا بالشكل ده. بصوا شايفين القطع اللي في الصينية دي قطع الدهون الزيادة اللي احنا شلناها
انا حطيتها في الصينيه استوت ونزلت بقى الدسامه اللي موجوده فيها. هوريكم بقى شكل الصوابع كمان بعد ما اتعملت. بصوا اللون عامل ازاي. يا سلام بقى لو الشيش ده اتعمل على الفحم، هيحول الطعم تاني ويديله كمان طعم وريحة حلوين جدا بجد. هوريكم بقى طريقة التقديم بتاعتي اللي هي ما فيش اي حاجة بتتقدم جنبيها، مش محتاجة اي حاجة تتاكل معاها. بصوا بقى كده رغيف عيش ينزل كده في الصوص اللي نازل من الطرب ده بالشكل ده. طبعا الوصفة دي او الطريقة دي الناس بتوع الهيلثي هيزعلوا مننا جدا فيها، بس معلش يا جماعة الطرب ما بيتاكلش غير كده. وبعد كده هضيف بقى الطرب بتاعي بالشكل ده. بصوا الجمال. وهنزل عليه بقى برشة صوص من الطحينة كده، حاجة كده جامدة بجد. اتمنى ان الوصفة تكون عجبتكم، واتمنى لو انتوا اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.